السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين الاخوان الاخوات؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ مزيان؟ صحتكم لاباس؟ اموركم هانيه؟ ويا لالا ويا سيدي، يا امي ويا ابي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، نتوما والعائله والاحباب ومعز عليكم وليداتكم ما نساوهمش، الميمات الحبيبات، الاباء، الاخوان الاخوات، لجميعكم، جميع الأسرة الطيبة الكريمة، نتمنىكم تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نحضر معكم واحد الكيكة اللي كتجي بواحد الكريمة اللي رائعة، أول مرة كنحطها لكم على اليوتيوب، اللي كتجي سهلة بهذا المول العجيب. يا لالا، هاد المول رائع يا البنات، كتجي فيه كيكات ما شاء الله. انا البنات راني دهنته بواحد شويه ديال الزيت كيف ما كتلاحظوا، غادي نرشوا شويه ديال الدقيق، وها نتوما معايا باش غادي نخدموا هاد الكيكه الرائعه اللي بالكريمه في المول العجيب. كيف ما كتلاحظوا عندي 6 ديال البيضات، وضعتهم في واحد البول، من بعد غادي نطربهم بيديا كيف ما كتشوفوا. ودابا كيف ما كتلاحظوا كنخلطهم بواحد الطراب يدوي، مهم عادي متواضعه حتى للطرف، تكون متواضعه حتى للطرف. كيعجبني الحاجه اللي كتكون فيها التواضع، والانسان اللي كيكون متواضع قال لك من تواضع لله رفعه. دابا نكملوا المقادير. عندنا كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده، واحد الشاصي ديال الفاني، غادي نحاولوا نفسخوا داك الشاصي ديال الفاني وغادي نضيفوه. من بعد غادي نخلطوا داك السكر والفاني مع البيض. علاش البنات درت 6 د البيضات؟ حيت المول كبير، داكشي علاش. الا كان عندكم المول صغير يمكن لك اختي ديري حتى 4 د البيضات، يمكن لك كان عندك المول صغير عاد ديري حتى 3 د البيضات، ما كاين حتى شي مشكل. على حسب انا عندي المول كبير، يعني على حسب العائله درت مول كبير وزوينه صراحه. طلعت هاد الكيكه ما شاء الله، وداكشي علاش بغيت نتقاسمها معكم باش كتنال الفائده لكل شيء، وكل واحد يعني ما كيكونش عارف شي حاجه كنتقاسموها معاهم وكنديو الاجر. هذا ما كنديو غير داك الاجر، ويا ربي نكون عن حسن الظن للجميع. وكيف ما كتلاحظوا كنضيف واحد الكاس ديال العنبه ديال زيت المائده. سلام على الإخوان والأخوات، متنساش ديروا لايك وسبسكرايب، تابونا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنبغيكم كاملين. وكما سمعتوا هذه الكتكوته ديالي، ربي يحفظها ليا ويحفظ لكم وليداتكم. حتى انا كندخل وليداتي معايا للمطبخ باش يتعلموا، باش يساعدونا، باش ندخلوا لهم حتى هما الفكره كيفاش كنطبخوا وكيفاش كنوجدوا بزاف ديال الحوايج. خاصنا نشاركوهم مع وليداتنا من طبيعه الحال، وكل حاجه كيديو منها فكره من طبيعة الحال. الله يجازيكم بخير، شكرا لكم على دعمكم المتواصل، الله يكبر بكم ويخلي لكم وليداتكم ويخليكم معز عليكم. كيف ما شفتوا ضفنا البيض، ضفنا السكر، ضفنا الفاني، ضفنا كاس ديال زيت المائدة، ومن بعد ضفنا نص كاس ديال الخل ديال الحامض، ولا كيف ما بغى يكون اختي الخل، المهم يكون الخل خل يعني بيض ولا خل نتاع الطبخ، المهم يكون الخل، حيت الخل كيعطي داك الفخفاخه الكيك ديالنا كيجي مفخفخ. وكيف ما كتشوفوا حنا كنخلطوا مزيان. ودابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبقى نضيف الدقيق. بالنسبه للبنات الدقيق راني دوزته في الغربال، غربلته. انا غادي ندير الكميه. مهم بالنسبه للدقيق انا ما غاديش نقدر نعطيكم الكميه شحال ديروا، وانما على حساب المقادير اللي عندكم، لان كاين بعض الدقيق اللي كيشرب، كاين بعض الدقيق اللي ما كيشربش، حيت كل بعض المرات كيفاش داير. انا المهم غادي ندير عيني ميزاني. كيف ما لاحظتوا ضفت شويه ديال الدقيق، من بعد غادي نضيف الخميره ديال الحلوى ان شاء الله الرحمن الرحيم. هانتوما غادي تشاهدوا معايا. غادي نضيف 2 شاصيات ديال الخماره ديال الحلوى اللي كيعادل 8 ديال الغرام، 2 ديال الصاصي ديال الخماره. وكيف ما كتلاحظوا غادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. بالنسبه للخماره راني وضعتها وكنبقى كنخلط جيدا
بالخلاط اليدوي. البنات اللي عندها الطراب ديال الكهربائي حتى هو مزيان، راه حتى هو مخير كيطلع الكيكه رائعه، ولا الخلاط الكهربائي مونينيكس حتى هو راه كطلع في الكيكه واعره. ومن بعد ما ضفنا جميع المكونات البنات، هنا غادي نعاود لكم 6 ديال البيضات، كاس ديال السكر ديال العنبه، كاس ديال السكر ديال العنبه، كاس ديال الزيت ديال العنبه، يعني كاس ديال العنبه ديال زيت المائده، واحد الفاني، درنا نص كاس ديال الخل، درنا 2 خميرات ديال الحلوى، 2 خميرات ما يعادل 8 ديال الغرام. الدقيق البنات على حساب الخليط، المهم انا ما نقدرش نعطيكم الدقيق وانما على حساب الخليط. من بعد خلطنا المكونات كامله. المول العجيب كيف ما شفتوه انا خديت شويه ديال زيت المائده، دمجتهم مزيان كيف ما كتشوفوا. من بعد رشيتها بشويه ديال الدقيق، ودابا كنصب العجينه. بالنسبه للبنات العجينه حاولوا تعليو الخليط الفوق هكا، عليوه مزيان باش كيخرج كاع داك الهواء اللي كيكون عندنا في وسط داك الخليط. ودابا كيف ما كتشوفوا هذا هو الطريقه. من بعد ما خويت داك العجين في داك المول العجيب، دابا غادي ندخلوا المول الفران. بالنسبه للفران راني شاعله على 180 درجه. غادي نخلي الحلوه ديالنا حتى غادي طيب من الفوق ومن التحت، وهانتوما معايا. بالنسبه للبنات غادي نوجد الكريمه، هاد الكريمه العجيبه الرائعه اللي اول مره كنحضرها على القناه ديالي. كناخذ واحد منعش كنوضعوه في واحد الكاسرونه، المنعش ديال الفريز ديال الفراوله كنوضعوه في واحد الكاسرونه. من بعد البنات غادي نضيف واحد دانون ديال الفريز حتى هو غادي نوضعو. وبالنسبه كنخلط داك دانون مع داك عصير منعش ديال الفريز حتى هو كنخلطهم مزيان كندمجهم. من بعد كنضيف البنات كنضيف المايزينا. البنات المايزينا كنضيف 2 معالق حتى 3 ديال المعالق ديال المايزينا، معالق كبارين. وبالنسبه للبنات كنضيف واحد 4 المعالق ديال السكر سنيده. كنخلط المكونات مزيان، كلشي بارد البنات باش ما كيتقوق لكمش هذاك الخليط اللي داك المايزينا، باش ما تقوقش مع داك مع داك منعيش مع داك دانون. المهم كلشي كندمجو نخلطو المكونات كامله مزيان. من بعد غادي نوضعو داكشي من فوق النار. غادي نضيف البنات 2 ديال الجبن الفرماج، مهم فرماج هكا يكون داك كيري ولا الفرماج داك لافاش كيري، ولا المهم اي جبن كان عندكم غادي نحضروه. من بعد غادي نوضعو الخليط، ومن طبيعه الحال غادي نبقى نخلط من فوق العافيه، وانا كنخلط حتى غادي نحصلوا على هاد الكريمه اللي كتجي روعه يا البنات. خليكم معايا. من بعد البنات كيف ما كتشوفوا هذه هي الكيكه نتاع المول العجيب بعد ما تحمرت من التحت ومن الفوق. شوفوا كي جات ما شاء الله، وشوفوا الكريمه اللي قلت لكم نتاع منعش راه جات رائعه البنات كتحمق، وعلى واحد الريحه فيها البنات ما شاء الله. بالنسبه كيف ما كتشوفوا المكونات اللي عندي انايا وجدت هكا شويه ديال الديسير اللي غادي نزينها به. وبالنسبه للكيكه كنحشي فيها واحد السكين وكنشوفها واش يعني طابت جاهزه. ملي كيخرج لنا البنات واحد داك السكين كيخرج ناشف كنعرفوا بان داك الكيكه ديالنا راها واجده البنات. بعد ما كنقلبوها في واحد الطبيسيل، ومن بعد كنوضعوا داك الكريمه ديال المنعش والجبن كتجي رائعه. من بعد كنستف الفواكه على هذا الشكل هكا، وكنوضع فواكه مقطعه رقيقه في الوسط على داك الكريمه، وكنقدموها بالصحه والراحه. البنات جربوها وردوا عليا راه كتجي تحفه ما شاء الله. اللهم زد وبارك وزد في ذلك ما شاء الله البنات. اي حاجه كنعطيها لكم اقسم لكم يمين اللي كنعطيها لكم من قلبي باش تنال الفائده لكل واحد.